عمرك فكرت تدخل مجال الاي تي وكنت محتار ايه المجالات المختلفة في الاي تي، مش عارف تبتدي منين، حاسس الموضوع كبير ومعقد شوية؟ ما تقلقش، تعالى كده نفصص الموضوع واحدة واحدة ونفصص تراكات تراك تراك ونمشيها خطوة خطوة ونعرف ايه التراكات المختلفة في مجال الاي تي. اولا في فرق بين الاي تي والكمبيوتر ساينس. الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي بيركز على مجالات اللي بتبني الانفراستراكشر او السيستمز اللي بنبني فوقها الابلكيشنز بتاعتنا، زي النتورك، زي السيستم، زي الداتابيزز، زي السايبر سيكيورتي. لكن الكمبيوتر ساينس بيهتم اكتر بالاب ديفلوبمنت، وازاي ان انا اروح ابني ابلكيشن فوق السيستم اللي الناس بتاعت الاي تي بتديرها وبتبنيها. خلينا نركز على مجالات الاي تي. اولهم هو مجال النتورك، والرود ماب بتاعت مجال النتورك ان انت تبتدي بحاجه زي كورس اسمه النتورك بلس، يديك الفوندامنتالز بتاعت النتوركس وتكون عارف يعني ايه اي بي، يعني ايه سب نت، يعني ايه نتورك، وايه الديفايسز المختلفه اللي بنستخدمها في النتورك. بعد كده بتبتدي تختار فيندور تمشي معاه معروف، واشهر فيندور معروف هو سيسكو، والشهادات بتاعه سيسكو هي السي سي ان اي والسي سي ام بي لغايه السي سي اي اي. وهتلاقي عندك شركات منافسه لسيسكو زي هواوي عندها الشهادات بتاعتها، وزي جينيبر عندها الشهادات بتاعتها. بعد كده في تراك تاني من تراكات الاي تي وهو تراك السيستم، وده بينقسم لحاجتين: يا اما تراك الويندوز والشهادات بتاعت شركة مايكروسوفت، وازاي ان احنا نقدر نعمل ويندوز ادمنستريشن على مجال بقى الانتربرايز، مش على مجال الويندوز اللي موجود عندك في البيت. اول حاجه التانية هو اللينكس ادمنستريشن، واللينكس ادمنستريشن ليها اكتر من اشهرهم هو ريد هات وكانونيكال. لو انت عايز تمشي الشهادات بتاعت ريد هات فلازم تبتدي بريد هات انتربرايز لينكس ادمنستريشن ادمن 1 وادمن 2، وده اللي انا برشحه بقوه لان هو اللي اخد حاليا اكبر ماركت شير في الماركت، فيفتح لك فرص كتير للشغل قدام. بعد كده المجال الثالث او التراك الثالث في مجالات الاي تي اللي رشحه بقوه هو مجال الكلاود كومبيوتنج. ومجال الكلاود كومبيوتنج دلوقتي عليه بوتنشال عالي، هتلاقي افضل رود ماب ان انت تبتدي الكورسات بتاعت واحد من السيرفيس بروفايدرز المشهورين اللي بيقدموا الكلاود كومبيوتنج سوليوشن، زي امازون ويب سيرفيسز او زي جوجل كلاود. فهتلاقي امازون بتقدم الشهادات زي ال AWS Cloud Practitioner وال AWS Cloud Architect، فيفضل ان انت تمشي في تراك منهم. يا اما هتلاقي عندك جوجل برضو بتقدم شهادات مختلفة بتديك الفوندامنتالز وبتديك لغاية ما توصلك ان انت تكون بروفيشنال في مجال الكلاود كومبيوتنج. بعد كده تراك زي تراك السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي فيها حاجات كتير، فيها حاجة اسمها نتورك سيكيورتي ان انت تبقى بتأمن النتوركس. انت ممكن تروح تدرس التراك من اي فيندور من الفيندورز بتوع النتورك سيكيورتي، سواء سيسكو عندها شهادات للنتورك سيكيورتي، جينيبر كمان عندها كورسات للنتورك سيكيورتي، وهتلاقي عندك كمان فيندورز زي فورتيجيت او بالو التو وفيندورز مختلفين كتير. يا اما حاجة تانية تروح لمجال البين تيستنج، او ان انت تاخد شهادة زي شهادة سي وتبقى مهمتك ان انت راجل تدخل الشركات المختلفة تشيك السيستم بتاعهم، هل السيستم سكيور ولا مش سكيور، وتعرف لهم الثغرات اللي موجودة عندهم في السيستمز بتاعتهم. كده دي بكل بساطة التراكات المختلفة لمجال الاي تي. قول لي في الكومنتات لو انت في تراك معين حابب ان احنا نتكلم عنه ونمشي في الرود ماب بتاعته بالتفصيل، واعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك، واشوفكم على خير. سلام.